دكتور، انا ابني عنده اقل من سنه وبدخل له اكل وبحط له عسل النحل على الزبادي وعلى الشوفان عشان عسل النحل مفيد. هو عسل النحل مفيد ومش مضر، ولكن خلي بالك ممنوع منعا باتا قبل سنه، لان عسل النحل ده قد يحتوي على بكتيريا اسمها كوليستريديوم بوتيلاينم بتفرز سموم وبتعمل مشاكل كبيره في الجسم، قد تصل انها تعمل شلل في عضلات التنفس وقد تصل الى الوفاه. طيب ليه اقل من سنه؟ الطفل اقل من سنه الجهاز الهضمي ما بيعرفش يتعامل مع البكتيريا دي، بتعمل له مشاكل. بعد السنه حتى لو في البكتيريا دي الجسم بيقدر يتعامل معاها وبيقلل خالص من اضرارها. فالتوصيات ان احنا ممنوع عسل النحل اقل من سنه، احنا مش ضامنين عسل دوت 100%، حتى لو في ريسك 1% ان هو فيه البكتيريا ديت، فاحنا قبل سنه مش هنتحمل هذا الريسك ولا هذه المخاطره فنمنع العسل. انما بعد السنه هل العسل مفيد؟ مفيد جدا 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 على الجهاز الهضمي وعلى الكحه وعلى البلغم، مفيد ولكن بدون اسراف عشان ما يتعودش على السكريات.